طب عليا ضيوف فجأة ما بقتش عارفة اعمل ايه، قلت اسهل حاجة ايه؟ الجاتو شاتو. هعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بصوا شكله تحفة ولا طعمه يجنن. السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم حبايبكم. هنحط اول حاجة كوباية سكر، وتبقى كوباية واحدة. وهحط هي كلها الكيكة كلها تلتين كوباية لبن. هحط نص الكمية مع السكر ونضربهم كويس بالهاند بلندر او بالكبة. الخلاط هيكون تقيل عليه الموضوع قوي. وبعد كده لغاية ما يبقوا عاملين زي الكريمة انزل بنص كوباية كاكاو خام، وكاكاو يكون نوع نظيف. تمام. وبعد كده هخلط الخليط كويس جدا، وهنزل بكوبايه زيت بالتدريج واحده واحده. بصوا انا عايزه اقول لكم ان الفيشه اصلا بعيده جدا، وانا كنت واخده الطبق على جنب كده لان الفيشه بعيده جدا. اخر ما زهقت بقى والله قمت فكيتها وضربت معلش مريم بنتي بتلعب مع القط. خلاص هنزل بكوبايه زيت بالتدريج، ممكن تعمليها بالمضرب العادي بس اول خطوه اضربيها بالخلاط او بالهاند بلندر. تمام. وانزل بقى بالزيت واحده واحده واقلب واحده واحده واقلب لغايه ما نعمل الصوص بقى الخطير بتاعنا. شايفين لمعته؟ طبعا نوع الزيت اللي تستعمليه يكون بدون ريحه ويكون نوع نظيف جدا، عشان طعم الصوص طبعا ما يكونش باين فيه طعم الزيت. هاخد بقى من الصوص اللي انا عملته ده كوبايه واركنها على جنب. وهجيب بقى بقيه اللبن، انا زودت على اللبن معلقتين لبن. خلاص يبقى كله كوبايه لبن من الاول للاخر. وبعد كده زودت بيضتين، وبعد كده كيس فانيليا ورشه ملح. وهي هنقلب الخليط ده كويس جدا بالمضرب العادي اهو. سهله جدا وبسيطه واسرع حاجه ممكن تعمليها. انا حطيت هنا كيس قهوه سريعه الذوبان، وحطيت كمان معلقه خل كده بتدي لون حلو قوي للكيك، وبتخليها تتفاعل مع البيكنج باودر، وبيكون حلوه قوي في الكيك بصراحه. بعد كده هنجيب كوبايه دقيق وعليها كيس بيكنج باودر. خلاص امشوا معايا كده بالخطوات، سهله جدا وسريعه يا بنات. هتعملوها مش هتاخد في ايديكم ثواني. تمام. ونقلب بقى من تحت لفوق في اتجاه واحد، ونجيب صينيه وندهنها زيت ونعفرها بالدقيق زي ما انتم شايفين، وبعد كده بمعلقه او سباتيولا ونسوي الخليط كويس جدا، وبعدين نرزعها في الرخامه كده رزعتين كده حلوين علشان يتساوى الخليط بتاعنا. هندخلها الفرن على درجه حراره 180. وما تولعيش الشوايه ابدا للكيكه، سيبيها تاخد تستوي من فوق ومن تحت، واختبريها بخله كده من النص، ولو استوت طلعيها. واول ما تطلع وهي سخنه هنحط عليها كوبايه الصوص اللي احنا خدناه من الاول، كوبايه الصوص. ولو عايزه تحط لها كريم شانتيه يعني يبقى قبل الصوص. تمام. انا فردت بقى كده، انا كنت مستعجله جدا وزي ما بقول لكم طبط عليا ضيوف فجاه. فطبعا انت لما بيبقى عندك ضيوف بتكوني عايزه تقعدي معاهم بقى وكده. فانا قلت حاجه سريعه كده يا جماعه، وطعمها يجنن بصراحه، عجبتهم جدا جدا جدا. جربوها بقى وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم.